هنكمل مع بعض الترانزاكشن رقم 2. الترانزاكشن بيقول ان انا اشتريت equipment، اشتريت معدة ب 5000. فلما انا اشتريت معدة هنا ايه اللي بيحصل؟ انا اشتريت معدة فقلت عندي المعدة دي من ضمن حسابات الاسيتس. طب انا عرفت منين ان المعدة دي اسيتس؟ المعدة دي اي حاجة هتجيب لي منفعة في المستقبل او بتمتلكها الشركة، بتملكها ارض، مباني، equipment، معدة، عربية، مبنى، خط انتاج، فلوس، ليا فلوس عند العملاء، اي حاجة بتمتلكها الشركة هتجيب لها منافع في المستقبل دي اسمها اسيتس. فالاكويبمنت دي مش حاجة انا هستخدمها، هستخدمها عشان اشتغل بيها، فدي تعتبر اسيتس من ضمن الاصول بتاعتي، من ضمن اصول الشركة اسيتس. فانا عندي هنا equipment، يبقى انا عندي هنا equipment زادت جبتها ب 5000 وعندي كمان الكاش قل. ليه؟ لان انا دفعت فلوسها كاش، فلما الكاش قل ب 5000 يبقى انا هنا عندي الاكويبمنت زادت في الاصول وعندي الكاش قل في الاصول. يبقى القيد هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن بالشكل ده، هيبقى ديبت equipment. يبقى الاكويبمنت ديبت ليه؟ اصل وزاد فجي ايه؟ ديبت اهو. equipment بكام؟ ب 5000. والكريدت كاش. ايه ده؟ هو مش الكاش ده اسيتس؟ هو كمان اسيتس، بس قل الكاش، نقص من معايا. انا كان معايا 5000 دفعتهم، فالكاش ايه اللي حصل له؟ قل فجي ايه؟ كريدت ب 5000. يبقى انا كده عندي الاكويبمنت زادت جت ديبت، والكاش قل فجي كريدت. ده اسيتس وده اسيتس، بس ده زاد وده قل. فعلشان كده لما بيزيد الاسيتس بيجي ديبت، لما بيقل بيجي كريدت. الكاش هنا هيجي فين؟ طبعا لما نيجي نعمل ترحيل هنرحل الكاش. طب الكاش اهو هيقل بكام؟ ب 5000، يبقى هنكتب هنا 5000. يبقى الرصيد الكاش اللي عندي حاليا 10000 ديبت و5000 كريدت، هنطرحهم من بعض يبقى عندي الرصيد المتبقي 5000 في الديبت. ده كده الرصيد الكاش اللي عندي. يبقى انا عرفت رصيد الكاش منين؟ من حساب الاستاذ الليدجر، ده الليدجر. وهرحل كمان الاكويبمنت، هقوم عامل لها حساب استاذ لوحدها كده اهو. ادي الاكويبمنت ديبت وكريدت نفس الطريقه بالظبط. بكام؟ ب 5000. يبقى لما انا عملت قيدي اليوميه بعمل له بوست للليدجر، بوست الاكويبمنت عملت لها بوست للليدجر بتاعها، والكاش عملت له بوست للليدجر بتاعه. فكده انا عملت التحليل بتاع الاكاونتنج ايكويشن، وعملت قيدي اليوميه، عملت بوست القيد اليوميه دوت، عملت بوست للليدجر. الجورنال عملت له بوست للليدجر. اشوفكم الفيديو اللي جاي.